اهلا بيكم في عالم السينما. قبل ما نبدأ ما تنساش تصلي على النبي وتعمل لايك وسبسكرايب في القناة علشان يوصلك كل جديد. بيبدأ الفيلم بأخين توأم واقفين قصاد بعض وبيتقاتلوا بالسيوف بكل عنف، وبنعرف ان الاتنين دول هم مؤسسين مدرستين سحر، واحدة للخير وواحدة للشر. ريان مسك مدرسة الخير ورافال هو اللي ماسك مدرسة الشر، وكان هدفهم ان الاتنين يفضلوا محافظين على التوازن بين الخير والشر عشان الدنيا تفضل ماشية. بس واضح ان التوازن ده مش هيستمر كتير. بعد ما خلصوا الجولة الاولى من القتال، رافال بص لاخوه قال له بابتسامة خبيثة انه استمتع بالقتال بينهم، بس ايه رأيك نعيدها تاني بس المرة دي بالسحر مش بالسيوف. وطبعا الكلام ده ما كانش بريء، هو رافال كان ناوي يخلص على اخوه لانه قدر يوصل لتعويذه سحريه خطيره جدا اسمها سحر الدم، ودي اقوى تعويذه في عالم السحر كله. وفجاه بيبدا رافال يهجم على اخوه بعنف وضربه ورا التانيه. ريان ما كانش قادر يصد الهجوم، هو رافال بيزقه ناحيه حافه الجبل اللي كانوا واقفين عليه. وقبل ما رافال ينفذ خطته ويرمي ريان من فوق، ريان بذكائه خدعه وسبقه ورماه هو من على الجبل، بس للاسف رافال ما ماتش، قام من تاني ولف ومن ورا ظهر ريان وطعن وقدر يقتله، وبكده الشر انتصر والخير وقع. بس خطه رافال لسه ما خلصتش، هو دلوقتي عايز يستحوذ على كل طاقة السحر في العالم. عشان يقدر يستخدم القوة دي بالكامل لازم يبوس الحب الحقيقي بتاعه، وقتها كل طاقة السحر هتكون ملكه وهيبقى الشر هو الحاكم الوحيد للعالم. بس اللي محدش في العالم ده كان متخيله ان كل ده كان مجرد البداية، وبعد اكتر من 100 سنة في قرية بعيدة اسمها جو فيلدن هتبدأ حكاية بنت اسمها صوفي هتغير كل حاجة. البنت دي طول الوقت دماغها مشغولة بعالم تاني، عالم الاميرات والقصص الخيالية اللي بتقراها في الروايات. كان نفسها تهرب من الواقع اللي هي فيه، خصوصا بعد وفاة والدتها، ومن وقتها وهي مش طايقة أهل البلد وقافلة على نفسها ومش بتحب تتعامل مع حد. الوحيدة اللي كانت بتتكلم معاها هي بنت اسمها أجاسا، بنت عندها قدرات سحر وعايشة مع أمها، بس كل أهل القرية بيكرهوهم وبيتجنبوهم في كل مكان وبيعاملوهم بأسوأ طريقة. وفي يوم وأجاسا رايحة السوق تجيب شوية حاجات لأمها، واحد من أهل البلد وقفها وابتدى يهددها ويزعق لها وقال لها تبعد عنهم وإن ممكن يخلص عليها في أي وقت. كانت مرعوبة ومش عارفة تتصرف لحد ما ظهرت صوفي فجأة وضربت الراجل على دماغه عشان تنقذ صاحبتها، وسحبوا بعض بسرعة وخرجوا من المكان. بعدها راحوا على المكتبة زي كل يوم يدوروا على قصص جديدة من العالم اللي بيحبوه، وأثناء ما بيقلبوا في الكتب صوفي لقت كتاب بيحكي عن مدرسة الخير ومدرسة الشر. سألت صاحبة المكتبة فقالت لها إن الكتاب ده مش مجرد خيال، ده مبني على أسطورة حقيقية. وفي بنت من القرية اختفت من سنين طويلة والإشاعات بتقول إن مدرسة الشر هي اللي خدتها. ساعتها صوفي قالت لنفسها يا رب مدرسة الخير تختارني عشان أهرب من الحياة دي وأبقى أميرة زي اللي بقرا عنهم. بس اللي غريب إن صوفي ما كانتش بتقرا الحكاية دي، كانت هي جزء منها من زمان من غير ما تعرف. صوفي بتكتب أمنيتها على ورقة صغيرة تحطها عند شجرة الأمنيات، وبتروح تقابل أجاسا من تاني وبتقول لها إنها قررت تهرب من البلد آخر اليوم. أجاسا بتحاول تمنعها وبتفكرها إنها صاحبتها الوحيدة وإن مفيش حد غيرهم بيقف جنبهم وما ينفعش إنها تتخلى عنها، وبتديها تاج كانت عاملة لها من زمان وهي صغيرة. فصوفي بتتبسط بس من جواها بتبقى مصممة تمشي مهما حصل. وفعلا مع آخر اليوم صوفي بتجمع شوية حاجات وبتتسلل الغابة عشان تهرب، لكن أول ما بتدخل هناك بتتفاجئ إن أجاسا كانت ماشية وراها وبتراقبها. بتحاول ترجعها لكن وهم بيتكلموا بيلاحظوا إن في سحابة حمراء ظهرت فوقهم في السماء، وفجأة طير ضخم بيظهر وبيخطف صوفي ويطير بيها. أجاسا بتتعلق في رجلها وما بتسيبهاش لحد ما يوصلوا لمكان غريب جوه الغابة، وفجأة نسر تاني ضخم بيظهر وبيشيلهم هما الاتنين ويطير بهم ناحية السحابة الحمراء، وبيعدي بهم من بوابة زمنية بتاخدهم لعالم غريب فيه مدرستين، واحدة للخير وواحدة للشر. هناك أجاسا بتنزل عند مدرسة الخير وصوفي بتنزل مع طلاب مدرسة الشر، واللحظة دي كانت بداية اللعبة اللي صوفي مش مستعدة ليها، بس في حد تاني مخطط كل تفصيلة فيها. صوفي بتحاول تشرح لهم إن في غلطة وإن مكانها المفروض مدرسة الخير، بس مفيش حد بيصدقها. وفي نفس الوقت أجاسا بتحاول تفهم المسؤولين في مدرسة الخير إن هي وصاحبتها مش من هنا وعايزين يرجعوا، لكن مديرة المدرسة ميس دوفي بتقول لها إن كل حاجة ماشية صح، وصوفي فعلا مكانها في مدرسة الشر وبتطلب منها تجهز لحفل الاستقبال. وفي حفلة استقبال الطلبة بيظهر تيدي ابن واحد من أمراء القصص الخيالية وبيستعرض حركاته القتالية هو وكذا أمير تاني، وبيهاجم طالب من مدرسة الشر وبيكسبه بسهولة. فميس دوفي بتقول إن ده الطبيعي لأن الخير هو اللي بيكسب في ال 200 سنة اللي فاتوا، كل واحد بيبدأ يتأقلم على الحياة الجديدة. لكن في آخر اليوم أجاسا بتحاول تهرب من أوضتها عن طريق الشباك عشان توصل لصوفي وتنقذها، بس بتتصدى ليها واحدة من الأمن اللي بتحمي طلاب مدرسة الخير، فبتجري منهم وبتدخل قاعة الاجتماعات. وهناك بتسمع مديرة مدرسة الشر ليسو وهي بتتكلم مع ميس دوفي، وبعد ما بيخرجوا بتظهر سحابة حمراء في نص القاعة وبيتكون منها رافال بنفسه.
وبيهدد اجاسا انها ما تقربش من صوفي. ساعتها اجاسا بتحس ان صاحبتها في خطر ولازم تتصرف. في الوقت ده صوفي بتكون بتتخانق مع طلاب مدرسه الشر لانهم شايفينها طيبه ومكانها مش معاهم، ولما بتبص من الشباك وبتشوف اجاسا تحت بتنزل لها بسرعه. اجاسا اول ما بتشوفها بتقول لها انهم لازم يروحوا المكتب المدير فورا، ولما بيدخلوا هناك بيلاقوا كتاب سحري بيتكتب لوحده، وفجاه بيظهر لهم المدير وبيكون هو رافال بنفسه بس متنكر في شكل اخو ريان. وبيشرح المدير للبنات ان الكتاب السحري اللي قدامهم ده هو اللي بيكتب كل القصص الخياليه اللي بتحصل في العالم، ومن ضمنهم قصه صوفي واجاسا نفسها. وبياكد لهم ان مفيش اي غلط حصل وان كل واحده فيهم فعلا في المدرسه المناسبه ليها. ساعتها اجاسا بتقول انها شافت رافال في قاعه الاجتماعات، لكن المدير بيقاطعها بسرعه وبيحذرها انها ما تكررش اسمه تاني. وبيوجه كلامه لصوفي وبيقول لها عشان تقدر تنتقل لمدرسه الخيره وترجع مدينتها لازم تبوس حبها الحقيقي. وبعد ما الاجتماع بيخلص كل واحده بترجع اوضتها، ومن تاني يوم بيبداوا يحضروا دروسهم بشكل طبيعي، بس بيكون واضح انهم مش مركزين خالص. اجاسا كل تفكيرها في انها ترجع مدينتها، وصوفي مش طايقه الجو بتتمنى تنتقل لمدرسه الخير. في الوقت ده اجاسا بتتعرف على جريجور وبيحكي لها ان هو كمان بيكره المدرسه جدا، مع انه ابن واحد من امراء القصص الخياليه لكنه مش طايق حياه الامراء خالص. وبيجي يوم بيروحوا في الغابه يتعلموا عن المخاطر اللي ممكن تقابلهم هناك، لكن جريجور بيخاف جدا وبيجري، وبكده يكون فشل للمره الثالثه في دروس الامراء. اجاسا بتجري وراه عشان تحاول ترجعه لان العقاب اللي هيستناه هيكون كبير، لكن فجاه بيظهر طيف غريب بيحاوط جريجور وفجاه جريجور بيختفي تماما. تاني يوم بيجي درس الامنيات والطالبات بيقفوا قدام بحيره فيها سمك بيتحقق في الامنيات. لما بيجي دور اجاسا بتتمنى انها ترجع لمدينتها، وفجاه السمك بيتجمع حوالين ايديها وبيظهر قدامها طيف اميره صغيره. الاميره دي بتقول لها انها كانت طالبه واتحولت لسمكه لما فشلت 3 مرات، وبتشكر اجاسا على انها انقذتها وبعدها بتختفي. وفجاه بيظهر صقر ضخم وبيهاجم الطالبات، لكن اجاسا بتعرفه على طول هو جريجور. واضح انه اتحول لصقر لما فشلت 3 مرات، وبيحاول تيدي ينقذ اجاسا من الصقر لكنه بينهي عليه تماما. فاجاسا بتضربه عشان قتل جريجور، بس موت جريجور فتح بوابه جديده، بوابه مليانه اسرار هتغير كل اللي جاي. تاني يوم صوفي بتحاول تتكلم مع تيدي عشان تبوسه وتنقل لمدرسه الخير، لكن حارس مدرسه الشر بيشوفها وبيمنعها وبيبعتها فورا لاوضه العقاب. هناك بتقابلها ليسو وبتقول لها تبعد عن مدرسه الخير وتبدا تجهز نفسها عشان تكون شريكه رافال، وبتوصلها شعرها عشان تغير شكلها وتقلل من جمالها. يوم حفل تفعيل القوى السحريه للطلاب الجدد، صوفي بتحضر نفسها وهي مش مرتاحه، لكن اللي بيظهر لها رافال من جديد هو بيقول لها انها لازم تبقى شريره عشان تحقق اللي هي عايزاه. صوفي بتقتنع وبتغير شكلها تماما وبتروح لحفله وهي بلوك جديد مختلف. الكل بيندهش لكنها ما بتردش على حد وبتفعل قوتها وبتخرج. من بعدها صوفي بتبدا تجمع فريق من مدرسه الشر وبتتحول تصرفاتها بالكامل وكل تصرف لها بقى اذى. اجاسا بتلاحظ ده وبتقرر تساعدها وبتقول لها انها لازم تثبت لتيدي انها طيبه عشان تقرب منه. تاني يوم بيروحوا مكان تدريب تيدي على الرمح، وصوفي بتطلب تتدرب معاه. تيدي بيقول ان الرمح بيصيب الهدف لوحده لو اللي بيرميه قلبه طيب. صوفي بتمسك الرمح وبتضرب على الهدف، واجاسا بتساعدها عشان تصيب الهدف. تيدي بينبهر وبيقول لصوفي انه عايز يقضي اليوم معاها، وبيوعدها انها تحضر حفله مدرسه الخير معاه. بس بعدها واحده من الاميرات اللي كانوا وعدها تيدي بتهاجم صوفي، وبتبدا خناقه بين طلاب المدرستين. دوفي وليسو بيتدخلوا بسرعه وبيوقفوا الخناقه، وبيقرروا ينقلوا تيدي وصوفي المكتب المدير، واللي بيقول لهم انهم هيخضعوا لمحاكمه القصه. كل واحد يدخل الغابه من طريق، ولو قابلوا بعض قبل الفجر يبقى حبهم حقيقي. صوفي بتدخل من طريقها، واول حاجه بتقابلها زهور متوحشه بتحاول تهاجمها. بتحاول تنادي تيدي لكنه مش سامع وبتنجح تفلت منهم. بعدها بيطلع لها حاصد الارواح وبيحاول يقتلها. في الوقت ده اجاسا بتدخل الغابه وبتستخدم سحرها عشان تتحول لطائر وتوصل لصوفي. اجاسا بتنقذها وبتقول لها تروح تقابل تيدي في الاتجاه التاني. صوفي بتروح وفعلا بتقابله وبتحاول تثبت له انها من الطيبين، لكن فجاه حاصد الارواح بيرجع يهجم عليهم وتيدي بيحاول يقتله بسيفه بس بيفشل وبيفقد السيف. في اللحظه دي اجاسا بتشوف رافال واقف في الغابه وبتعرف ان هو اللي بعت حاصد الارواح عشان يبوظ المحاكمه ويكشف كذب صوفي. اجاسا بترجع بسرعه لمدرسه الخير وبتبلغ ميس دوفي بكل اللي حصل في الغابه. دوفي بتاخد الكلام وبتوصله لليسو والمدير وبتقول لهم ان اجاسا شافت رافال للمره الثانيه. المدير بيبلغهم ان صوفي مش موجوده ومحدش عارف مكانها، وبيطلب من اجاسا انها تبلغ فورا لو شافته تاني. في نفس الوقت صوفي بتكون حابسه نفسها في اوضتها وبيوصلها جواب من اجاسا بتعتذر فيه عن اللي حصل. صوفي بتتاثر بالكلام اللي في الجواب وبتبدا تلوم نفسها على اللي حصل، لكن بعدها بيظهر لها رافال تاني بيقول لها ان اجاسا هي عدوتها الحقيقيه وانه يقف جنبها عشان تنتصر عليها. رافال بيديها كود سحر الدم وبيقول لها انها تبقى اقوى واحده في المدرسه. صوفي بتبدا تغير شكلها وبتخلي شكلها قبيحه علشان تبان قدامه بالشكل اللي يناسبه. بعدها بتقابل ليسو وبتقول لها ان رافال هو اللي اداها كود السحر الدم وانه اختارها تكون حبه الحقيقي.
وفي يوم الحفل السنوي لمدرسة الخير صوفي بتروح الحفلة وهدفها انها تواجه اجاسا وتوضح لها انها بقت العدو. شكل صوفي في اللحظة دي بيكون كبير في السن وقبيح، وبعد ما بتمشي من الحفلة تيدي بيكتشف انها حولت كل المدرسين من مدرسة الخير لألعاب اطفال. وقتها تيدي بياخد قرار انه هيقتل صوفي. بيجمع كل طلاب مدرسة الخير وبيروحوا لمدرسة الشر، لكن اجاسا بتسبقهم وبتحاول توصل لصوفي قبلهم عشان توقفها. وفي اللحظة دي تيدي بيوصل وبيهاجم صوفي، لكنها كانت مجهزة كل حاجة، لان خطتها من البداية كانت انها تجذبهم لمدرسة الشر عشان تخليهم ينسوا اصلهم الطيب. وبيبدأ طلاب مدرسة الخير يهاجموا صوفي، لكنها بتتفوق عليهم، وبسبب المواجهة دي بتتبدل اماكن المدرستين. مدرسة الخير بتتحول لمدرسة الشر، ومدرسة الشر تتحول لمدرسة الخير. وفعلا بتحصل عملية التبديل وبتغير شكل صوفي وبتبدأ ترجع لطبيعتها. في اللحظة دي المدرسين نفسهم بيبدأوا يتخانقوا، وصوفي بتستغل الفوضى وبتهاجم اجاسا وبتطردها بره القاعة. بعدها صوفي بتتجه على مكتب المدير بهدف انها تنتقم منه. ولما بتدخل المكتب بتكتشف المفاجأة، المدير هو نفسه رافال، وكان متنكر في شخصية ريان اخوه من البداية. رافال بيكشف خطته وبيقول لها انه قضى ال200 سنة اللي فاتت وهو بيخطط يدمر مدرسة الخير وانه نجح. وبيوضح ان صوفي نفسها ساعدته من غير ما تقصد لما قلبت المدرسة على بعضها، وبكده اثبتت انها الحب الحقيقي ليه. وبيقرر رافال انه يبوسها في اللحظة دي، وفجأة بتحصل كارثة، المدرستين بيبقوا يتهدوا بالكامل. والكتاب السحري بيكتب لوحده ان نهاية المدرستين قربت، وان رافال هيمتلك كل طاقة السحر، وهتبقى الخطوة الأخيرة هي ان صوفي تقتل اجاسا، وساعتها القصة هتكتمل. لكن صوفي مش بتتحرك، وفجأة اجاسا بتدخل مكتب المدير وبتقول له صوفي انها جايه تنقذها من رافال. رافال بيرد بسرعة وبيقول انه هيقتلها قبل ما تتحرك خطوة، وبيحدف على القلم السحر اللي بيكتب القصص. لكن صوفي في اللحظة دي بتقف قدامها وبتتصاب هي بالقلم بدلها. وبكده رافال بيخسر حبه الحقيقي، وبتبدأ المدرستين يرجعوا لطبيعتهم من تاني. وفي اللحظة دي تيدي بيوصل لمكتب المدير وبيهجم على رافال علشان يموته، لكن رافال بيتغلب عليه بسرعة وبيبدأ يهاجمه. وقبل ما يقضي عليه صوفي واجازا بيتحدوا وبيستخدموا سيف تيدي وبيهجموا على رافال، وبيقدروا يموتوه وبينتهي كل الشر من العالم. لكن دموع اجاسا السحرية بتنزل وبتلمس جرح صوفي، وده بيخلي الجرح يخف وصوفي بترجع للحياة من تاني. وبيفرحوا جدا برجوعها وبيتوحدوا المدرستين في مدرسة واحدة لأول مرة. وبسبب اللي عملته صوفي واجاسا بيتفتح بوابة زمنية يقدروا يرجعوا من خلالها المدينة بتاعتهم. صوفي بتقول لاجاسا انها ممكن تفضل مع تيدي وتهتم هي بامها، لكن اجاسا بتروح لتيدي وبتقول له انها بتحبه لكنها مش هتقدر تسيب صاحبتها. وفي الاخر صوفي واجاسا بيرجعوا لحياتهم الطبيعية، بس المرة دي مختلفة بعد ما اكتسبوا قدرات سحرية بتخليهم يواجهوا اي حاجة كانت بتضايقهم. لكن قصتهم ما خلصتش، لان تيدي بيبعت سهم سحر عبر البوابة الزمنية وبيوصل لقرية اجاسا عشان يطلب مساعدتها، وده معناه ان الفيلم نازل له جزء تاني. لو وصلت لحد هنا والملخص عجبك ما تنساش تعمل لايك على الفيديو واشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان ما يفوتكش ولا ملخص من الملخصات اللي جاية. سلام.